اهداف في 5 مباريات او 6 مباريات. 5 اهداف لمحمد ناجي جده. حد يقول لي احمد فتحي ما بيلعبش ليه؟ هقول لكم دي وجهه نظر ما اعرفش تكون صحيحه ولا لا. احمد فتحي بالنسبه لمصر هنا لعيب جامد جدا جدا جدا، بيفرق مع النادي الاهلي جامد جدا، عنده قلب، عنده روح، عنده قتاليه في الملعب، بيقاتل على كل كوره، بيقاوح على كل كوره، عايز يستخلص كل كوره من الخصم، عنده قوه، عنده سرعه، عنده اراده، عنده عزيمه، كده. ده احمد فتحي. لما يجي يروح بره، نوعيه احمد فتحي دي في الدوري الانجليزي موجوده كتير. يعني اللعيب اللي بيجري كتير، اللي بيقاوح، اللي بيخبط، اللي بيعمل تاكلينج، اللي بيقاتل على كل كوره، ده موجود في الدوري الانجليزي. لكن احمد فتحي مش مهاري، يعني مش لعيب مهاري، مش حريف، مش لعيب في ثانيه ممكن يجيب لك جون، مش لكن احمد فتحي عنده قلب، ده مطلوب جدا في مصر. عشان كده المره الاولى برضو كان في مشكله مع احمد فتحي في الدوري الانجليزي، اما لعب في احد الانديه الانجليزيه ولم يشارك، وعاد مره اخرى للنادي الاهلي من مكان تم بيعه من النادي الاسماعيلي. المره دي برضو احمد فتحي انا شخصيا مستغرب ما بيلعبش ليه؟ ده لعيب مقاتل، لعيب. قعدت افكر لقيت ان معظم لعيبه الدوري الانجليزي وخصوصا دوري البريمير ليج او الشامبيون شيب قصدي، اللي هو دوري الدرجه الاولى به، عندهم معظم لعيبه قتاليه. يعني مثلا زي مثلا عندك العبد مش لعيب كوره، يعني العبد ده لعيب مقاتل وسردباك وقوي وبتاع، هو ده امكانياته. احمد فتحي طبعا اعلى منه مهريا، بس انا بتكلم ان النوعيه دي موجوده كتير جدا في الدوري الانجليزي، يمكن عشان كده احمد فتحي لا يشارك. محمد ناجي جده مهاري، بيعرف يجيب جون سريع، بيعدي 1 على 1، بيرقص، ده اللي بيفرق عشان كده. وخصوصا احمد فتحي كمان لسه لم يتاقلم مع الفريق. فريق نادي الزمالك بكره الساعه 2 الظهر هيركب طياره وهيفضل من 2 الظهر